صلى على النبي. بيبدأ الموسم الأول من المسلسل بشخص اسمه توماس شيلبي سنة 1919، وبيكون بيتمشى بالحصان بتاعه في مدينة برمنغهام، وبيكون واضح إن كل أهل المدينة خايفين منه وكلهم بيتجنبوه وبيبعدوا عن طريقه. وبنعرف إن توماس شيلبي وإخواته هم زعماء عصابة كبيرة ومعروفة باسم عصابة البيكي بليندرز، وتوماس وإخواته بيكونوا لسه راجعين للمدينة بعد ما كانوا بيخدموا في الجيش الإنجليزي أثناء الحرب العالمية الأولى. وطبعا الجثث والدم اللي شافوها في الحرب أثرت فيهم كلهم وغيرتهم، واكتر واحد الحرب اثرت فيه هو توماس. وتوماس بقى شخص دايما صامت وما بيتكلمش كتير وبيحب العزله والوحده، وكمان الحرب خلته شخص عنيف جدا لدرجة إن هو بيحاول يتمالك نفسه طول الوقت. وبيكون أخو توماس الكبير اللي اسمه أرشر سلبي هو زعيم العصابة، لكن أرثر بيكون مجرد شكل قدام الناس، والشخص اللي بيقود العصابة بشكل فعلي هو توماس. وبعدها بنشوف اجتماع لأسرة شيلبي، وبيكون توماس وأرثر أخوه موجودين في الاجتماع، وأختهم إيدا شيلبي بتكون موجودة، وكمان بتكون العمة بولي موجودة في الاجتماع ده. وبنعرف ان بولي دي هي اللي كانت بتهتم بكل حاجة لما الرجالة كانوا في الحرب، وبيعتبروها فرد من الأسرة ومن العصابة وكلامها بيمشي على الكل. وسبب الاجتماع ده بيكون ان أرثر سمع ان في مفتش شرطة كبير اسمه كامبل، ومفتش الشرطة اللي اسمه كامبل ده جاي للمدينة بتاعتهم، وبيكون جاي بأمر من الحكومة الإنجليزية بذات نفسها. وأول ما توماس بيعرف كده بيرتبك شوية، والعمة بولي بتلاحظ ارتباكه لكن مش بتتكلم. وبعد الاجتماع بولي بتستدعي توماس علشان تتكلم معاه على انفراد، وبتقول له ان هي متأكدة ان هو مخبي حاجة عليهم، وبتطلب منه يقول لها هو مخبي ايه. فبيعترف لها توماس ان هو من كام يوم بعت مجموعة من رجالته يسرقوا بضاعة من المينا، لكن رجالته كانوا سكرانين، وبدل ما يسرقوا البضاعة اللي قال لهم عليها سرقوا صناديق تخص الحكومة الإنجليزية. وكمان مش أي صناديق، لأن الصناديق اللي سرقوها دي فيها عدد كبير جدا من الأسلحة والذخيرة اللي تخص الحكومة، وإن أكيد المفتش كامبل اللي جاي للمدينة ده جاي علشان يحقق في موضوع الأسلحة اللي اتسرقت من الحكومة. وأول ما بولي بتعرف كده بتتعصب وبتضرب توماس، وبتسأله هل اتخلص من الأسلحة دي ورماها ولا لسه موجودة معاه، فبيقول لها إن الأسلحة دي لسه معاه وإن هو مخبيها في مخزن قديم. فبتأمره بولي إن هو يرمي الأسلحة دي في مكان قريب من اسم الشرطة علشان الشرطة تلاقيها وما تحصلش مشاكل. فبيقول لها توماس إن هو هيرمي الأسلحة دي بعد كام يوم، وبيطمنها إن المشكلة دي هتتحل خلاص. وفي نفس الوقت ده بنشوف إيدا أخت توماس وهي رايحة تقابل حبيبها، وبيكون اسمه فريدي، وبيبان إن هما مرتبطين في السر ومحدش يعرف دي علاقتهم، وده علشان فريدي مؤمن بالفكر الشيوعي، وفي مشاكل كتير بينه وبين اخوات ايدا خصوصا توماس. ولو اخوات ايدا عرفوا بالعلاقة دي هيخلصوا عليها وعليه، علشان ايدا بتحبه ومرتبطة بيه في السر ومعتقدة ان هو كمان بيحبها، لكن فريدي بيكون بيخدعها ومرتبط بيها علشان يعرف منها اخبار اخواتها واخبار العصابة مش اكتر. ولما بيجي تاني يوم بيوصل المفتش كامبل لاسم شرطة المدينة، وبيتكلم كامبل مع الضابط اللي هناك وبيعرفهم ان هو هيبقى رئيسهم الفترة دي، وبيكلمهم بطريقة وحشة وباحتقار لان هم بياخدوا رشاوى من العصابات والمجرمين اللي في المدينة وسايبين المدينة مليانة فساد. وبيقول لهم كامبل ان وقت الفساد انتهى، وان طول ما هم شغالين معاه هيلتزموا بأوامره وهيوقفوا الفساد اللي كانوا بيعملوه قبل ما هو يجي. وكمان بيعرفهم ان هو جاب مجموعة عساكر جداد علشان يخدموه لان هو مش بيثق في اي حد فيهم. وبعد ما بيخلص كلامه بيأمرهم يبدأوا شغل فورا، وبيكون واضح ان هو شخص صعب جدا. وبعدها بنشوف مجموعة من عساكر كامبل وهم رايحين يقبضوا على أرثر، وبياخدوه المكان فاضي وبيفضلوا يضربوا فيه ويعذبوه. ولما بيخلصوا تعذيب فيه بيجي كامبل وبيقابله وبيعرفه بنفسه، وبيسأله كامبل عن عملية السرقة ومكان الأسلحة اللي اتسرقت من الحكومة، لأن كامبل بيكون متأكد تماما إن البيكي بليندرز هم اللي ورا سرقة الأسلحة، وعلشان كده هو بعت يجيب رئيس عصابة البيكي بليندرز واللي هو أرثر. ولكن هو ما يعرفش إن أرثر مجرد صورة، ورئيس العصابة الحقيقي هو توماس. وبيفضل كامبل يسأل أرثر عن مكان الأسلحة، وأرثر بيفضل يقول له إن هو ما يعرفش أي حاجة. فبخبرته كامبل بيقدر يعرف إن أرثر ما بيكدبش عليه وإن هو فعلا ما يعرفش حاجة عن السرقة دي، وعلشان كده بيعرض كامبل على أرثر إن هو وعصابته يساعدوه علشان يلاقوا الأسلحة دي في أقرب وقت. وبيوضح له كامبل إن هو لو ما تعاونش معاه هيخلص عليهم كلهم في لمح البصر، وبيسيبه بعد كده كامبل وبيمشي. وبعدها بنشوف توماس وهو رايح يشتري ازازة كحول من الحانة اللي في المدينة، وهناك بيقابل توماس بنت جديدة لسه شغالة في الحانة واسمها جريس، فبينبهر توماس بيها وبجمالها، وما بيكونش عارف ايه اللي جاب بنت جميلة بالمنظر ده للمدينة الفاسدة دي وكمان تشتغل في الحانة دي. لكن توماس ما بيهتمش قوي، بياخد الازازة منها وبيمشي، وده لان هو بيكون واخد الازازة دي لأرثر بعد ما رجع لهم وبيكون متبهدل وحالته صعبة، وقال لهم أرثر على كل حاجة حصلت معاه، وبيسأل اخواته لو حد منهم يعرف بموضوع السرقة ده. ورغم كده توماس ما بيتكلمش ومش بيقول لاخواته ان هو اللي سرق الأسلحة، وبيفضل ساكت لنهاية الاجتماع.
ولما بيجي الليل بيروح توماس لرجالته وبيقول لهم ان هو غير الخطة، لان هو كان امرهم يرموا الاسلحة في مكان قريب من اسم الشرطة زي ما بوري كانت نصحته، لكن هو بيغير رأيه وبيأمرهم يسيبوا الأسلحة في المخزن وما يرموهاش. فبيتناقش معاه واحد من رجالته وبيقول له إن الحكومة بعتت مفتش قوي وعدد كبير جدا من العساكر علشان يلاقوا الأسلحة دي، وإن فكرة إن هو يحتفظ بالأسلحة دي مش هتمر على خير زي ما هو معتقد. لكن توماس بيفضل مصمم على كلامه في الاحتفاظ بالأسلحة وبيسيبهم وبيمشي. وتاني يوم بنشوف المفتش كامبل وهو رايح يقابل جريس اللي شغالة جديد في الحانة، وبيتضح ان جريس شغاله لحسابه وهو اللي بعتها تشتغل في الحانه دي علشان تعرف اكتر عن العصابات والمجرمين وتنقل له الاخبار. فبيسالها كامبل لو عرفت اي حاجه، فبتقول له جريس ان هي لسه بتحاول تستفسر وما قدرتش توصل لاي معلومه، لكن هي حاسه ان توماس هو اللي بيتحكم في البيكي بليندرز وهو الزعيم الحقيقي بتاع العصابه مش اخوه الكبير زي ما هو معتقد، لان اخوه ارثر غبي على ان هو يكون زعيم العصابه. وبتقول له ان هي بتحاول تراقب توماس وتعرف منه معلومات اكتر. فبيقول لها كامبل ما تنساش تبلغه باي حاجه جديده لو عرفتها، وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بولي بتستدعي توماس وبتساله لو اتخلص من الاسلحه زي ما قالت له، فبيكذب عليها وبيقول لها ان هو اتخلص من الاسلحه وبيودعها وبيمشي. وتاني يوم بيكون ارثر وتوماس وباقي اخواته رايحين يتكلموا مع عصابه تانية في المنطقه، وده لان في خلاف قديم بينهم، والمفروض ان ارثر بيكون واخد اخواته ورايحين يحلوا الخلاف ده. فبيروحوا يقابلوا العصابة التانية وبيبدأوا يتكلموا معاهم، لكن في واحد من العصابة التانية بيبدأ يتكلم مع أرثر بطريقة مش كويسة وبيبدأ يقلل منه وبيقول عليه إن هو تابع لتوماس أخوه الصغير، وعلشان كده بتقوم خناقة كبيرة بينهم، وتوماس وإخواته بيقدروا يضربوا كل أفراد العصابة التانية. ولما بيخلصوا بياخدوا بعضهم وبيرجعوا للمدينة، وبيلاقوا الشرطة اقتحمت كل البيوت اللي في المدينة وفتشت كل الناس اللي هناك، لأن الشرطة بتحاول تلاقي أي أثر للأسلحة، لكن طبعا محاولتهم دي بتفشل لان توماس مخبي الاسلحه في المخزن. وفي الوقت ده البيكي بلندرز بيعملوا اجتماع بسبب اللي الشرطه عملته في الناس، لان معظم الناس اللي في المدينه بيدفعوا فلوس للبيكي بلندرز علشان يحموهم زي اتاوه كده، واللي الشرطه عملته ده ممكن يقلل من سمعتهم ويخلي الناس ما تخافش منهم وتبطل تدفع لهم الاتاوه. فبيطمنهم توماس ان هو هيحل المشكله دي وهيرد الضربه دي للمفتش كامبل في اقرب وقت، وبيسيبهم توماس وبيمشي. وبيروح توماس يؤمر رجالته يجمعوا كل صور الملك الموجوده في المدينه، وبياخدوا الصور دي كلها وبيحرقها، وبيجيب صحفي يصور اللي بيحصل، وكمان بيجبر الصحفي ان هو يكتب على الصورة دي ان اهل المدينة هم اللي عملوا كده، واهل المدينة عملوا كده احتجاجا على اللي الشرطة عملته فيهم. وطبعا تاني يوم الخبر بينتشر في الجرايد والدنيا بتتقلب، وبيتفاجئ كامبل بمكالمة تليفون من الوزير وبيتكلم معاه بخصوص اللي حصل، وبيفضل الوزير يزعق لكامبل على اللي هو عمله في المدينة او على اللي حصل بسببه، وبيأمره الوزير ما يكررش اللي هو عمله ده تاني علشان المرة الجاية ممكن تحصل ثورة وهما مش عاوزين كده. فبيتضايق هنا كامبل من طريقة كلام الوزير معاه، لكن طبعا ما بيكونش قدامه حل غير ان هو يوافق على اوامره ويسكت. وبعدها بيبدأ كامبل يفكر مين اللي ممكن يكون عمل كده، وبيبدأ يفكر في كلام جريس ان توماس هو زعيم البيكي بليندرز الحقيقي، وبالتالي بيخمن اللي عمل كده هو توماس، لان ارثر اغبى من ان هو يعمل حركة زي دي. وبكده بتبدأ الحرب ما بين كامبل وتوماس شيلبي بشكل رسمي. وفي نفس الوقت بيكون توماس بيتمشى بحصانه في المدينة وبيقابل جريس في الطريق، فبتوقفه علشان تطلب منه طلب، فبتقوله ان هي بتعرف تغني وبتحب الغنى جدا وعايزه منه ان هو يسمح لها بالغنى في الحانة، لان كل حاجة ماشية في المدينة اصلا بأوامر توماس، وهو كان مانع موضوع الغنى ده نهائي. فبيقول لها توماس ان هو هيفكر في الموضوع ده وهيرد عليها، ولحد ما يرد عليها عايزة تشتري فستان علشان في حفلة كبيرة هتتعمل نهاية الاسبوع وعايز مين هتحضر الحفلة دي. وبيكون واضح هنا ان توماس بدأ يعجب بيها، رغم ان هو من ساعة ما رجع من الحرب منعزل عن العالم ومقربش لأي بنت، لكن بيكون حاسس ان جريس بنت مختلفة وبيبدأ يتشد لها ويقرب منها. وفي الوقت ده بتكون بولي قاعدة مع إيدا وبتتكلم معاها، وبتلاحظ بولي ان إيدا شكلها خايفة من حاجة ومخبية حاجة، فبتطلب بولي من إيدا ان هي تقول لها هي مخبية ايه عليهم. فبتعترف لها إيدا ان هي اكتشفت انها حامل في الشهر الثاني، وان هي خايفة لحسن اخواتها يعرفوا ان هي حامل وتحصل مشكلة. فبتسألها بولي عن ابو الطفل ده يبقى مين، لكن إيدا بترفض تقول لها مين ابوه. فبتروح بولي تستدعي توماس وبتقول له عن اللي عرفته عن إيدا، وساعتها بيتعصب توماس وبيروح يقابل إيدا وبيسألها مين هو ابو الطفل. فبتخاف إيدا منه وبتضطر تقول له ان فريد هو ابو الطفل. فبيتعصب توماس وبيتضايق اكتر، لكن بيحاول يتملك اعصابه وبيسيب إيدا وبيمشي، وبيروح يقول لبولي على اللي هو عرفه. فبتقول له بولي يسيب لها الموضوع ده وهي هتتصرف فيه. فبيقول لها توماس لو هي ما قدرش تتصرف فيه هو ساعتها اللي هيتصرف بمعرفته، وبيكون قصد ان هو هيموت إيدا ويموت فريدي، وعلشان كده بتتخانق بولي معاه وبتضربه وبيحصل جدال كبير بينهم. وتاني يوم بنشوف توماس وهو رايح يقابل المفتش كامبل بعد ما استدعاه، وفي البداية كامبل بيحيي توماس على ذكائه وعلى اللي هو عمله فيه وعلى المشكلة اللي حطه فيها مع الوزير،
فبيعترف له توماس بمنتهى الثقة إن هو اللي عمل كده فيه، وكمان بيعترف له إن الأسلحة اللي هو بيدور عليها معاه ومحدش هيقدر يوصل لها غير لما هو يأذن بكده، وبيقول له إن هو عنده شروط علشان يرجع له الأسلحة دي، وإن هو ما قدامهوش أي حل تاني غير إن هو يسمع الشروط ويوافق عليها. وبيبدأ يقول له على أول شرط عنده، وهو إن محدش من العساكر يقتحم البيوت تاني ولا يتعرضوا لأي حد من المدينة، لأن أهل المدينة دي تحت حمايته وحماية البيكي بليندرز، وكمان مفيش حد يقرب له لا هو ولا أي حد من عصابته. وكمان بيهددوا إنه لو حصل أي حاجة ليه أو لحد من أسرته هتتبعت الأسلحة دي للجيش الأيرلندي، واللي في الوقت ده كانوا أكبر أعداء للحكومة الإنجليزية، ووجود الأسلحة معاهم بيعرض الحكومة الإنجليزية للخطر. وبيكون كامبل بيسمع كل طلبات وتهديدات توماس ليه وهو مصدوم منه ومن جرأته، وفي الآخر بيضطر كامبل يوافق على كل ده ويسمع كلام توماس، لأن ما بتكونش في حاجة في إيده يقدر يعملها فعلا. وبعدها بيروح توماس يتكلم مع بولي اللي بتقول له إن هي لقيت حل لموضوع إيدا وفريدي، والحل إن هم يخلوا إيدا تهرب مع فريدي في الوقت المناسب من غير ما حد يحس بحاجة. وفي الأول بيكون توماس رافض الفكرة، لكن ما بيكونش فيه غير الحل ده قدامهم. وفي نفس الوقت ده بيروح كامبل لجريس وبيقول لها ان هو اكتشف ان كلامها صح وان توماس هو اللي ورا كل حاجه، وعلشان كده بيديها امر ان هي تقرب من توماس جدا علشان تعرف منه مكان الاسلحه. فبتوافق جريس على الامر ده وبتبدا تقرب من توماس وبتروح تقعد معاه في الحانه وبتبدا تتكلم معاه وتتعرف عليه، وبيبدا يظهر قد ايه توماس شخص محطم وان هو ما عندوش مشاعر من اي نوع، ورغم كل قوته اللي ظاهره للناس دي لكن هو هش جدا من جوه. فبتبدا جريس تعجب بيه وبتحس بالانجذاب ليه، واعجابها ده بعيدا عن المهمه اللي كانت مأموره بيها. وتاني يوم بتروح بولي توصل فريدي وإيدا لمحطة القطر علشان يسافروا ويسيبوا المدينة، لكن فريدي بيرفض يسافر وبيقول لبولي وإيدا إن هو هيتجوز إيدا وإنهم هيعيشوا في المدينة دي ومش هيسافروا. ولما بترجع بولي لتوماس بتقول له على اللي حصل، فبيتضايق توماس وبيحس إن فريدي بيتحداه وبيكون عاوز يروح يقابله ويتعامل معاه بطريقته، لكن بولي بتهديه وبتطلب منه يديها فرصة كمان وهي هتحاول تحل المشكلة، ولو ما عرفتش المرة دي هتسيبه يتصرف. فبتروح بولي لفريدي وإيدا وبتديها مبلغ كبير علشان يسافروا ويبدأوا حياتهم بعيد عن المدينة، وبتقول لفريدي إن دي آخر فرصة ليه علشان يفضل عايش، وبتحذره إن هو لو ما عملش كده هي مش مسؤولة عن اللي توماس هيعمله، وبتسيبهم بعد كده وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بيروح توماس يتكلم مع أرثر بعد ما بيعرف إن هو قاعد لوحده وحزين جدا، فبيسأله توماس عن مشكلته وعن السبب اللي مخليه حزين. فبيقول له أرثر إن هو حاسس نفسه ملوش لازمة ومحدش بيحترمه ولا بيقدره، وده لأن هو آخر من يعلم بكل حاجة بتحصل وكلهم شايفينه غبي وما بياخدوش رأيه في أي حاجة. فبيبدأ توماس يهون عليه ويصالحه وبيقول له إن هو أهم شخص في العصابة لكن الوقت ده عصيب على الكل، وإن هو هيفضل زعيم البيكي بليندرز مهما حصل تحت أي ظرف. وبعدها بيشتري توماس حانة لأخوه أرثر علشان يفرحه، وده لأن أرثر كان بيتمنى يبقى عنده حانة خاصة بيه من زمان، وعلشان كده توماس قرر يشتري له واحدة كمحاولة منه إن هو يخرجه من اللي هو فيه. وبيسيبه توماس يحتفل بالحانة وبيروح بعدها يقابل فريدي بعد ما فريدي طلب يقابله، وبيجي فريدي يتكلم مع توماس وقبل اي حاجه بيديله الفلوس اللي بولي كانت اديتها له علشان يسافر بيها، وبيطلع فريدي مسدسه وبيوجهه ناحيه توماس وبيقول له ان هو مش عايز فلوسه وان هو مش هيسافر وهيتجوز ايدا وهيقعد معاه في المدينه. فبيتعصب توماس عليه وبيضربه وبيقول له ان هو اكتر واحد عارفه وعارف نواياه وفاهم كويس جدا ان هو عاوز يتجوز ايدا ويقرب منها علشان يبقى فرد من العصابه، لكن هو عمره ما هيكون فرد من البيكي بليندرز ويسيبه وبيمشي. وبيروح لبولي وبيقول لها عن اللي حصل مع فريدي وبيقول لها ان هو من اللحظه دي ملهاش علاقه بالموضوع ده تاني وهو اللي هيتصرف في الموضوع ده بنفسه. وتاني يوم بيجهز توماس نفسه وبيروح ياخد جريس بعربيته علشان تحضر معاه الحفله زي ما قال لها، وبتكون جريس لابسه فستان وشكلها جميل جدا وده بيزود اعجاب توماس بيها، وبيروحوا الاتنين للحفله مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم. وتاني يوم بنشوف توماس واخواته وهم رايحين للبيت بتاعهم وبيكتشفوا ان البيت اتسرق وهم مش موجودين، واللي سرقوا البيت بيكونوا هم العصابه اللي توماس وارثر ضربوهم. ورغم ان توماس واخواته بيتضايقوا جدا من اللي حصل ده لكن توماس بيقرر يتعامل مع الموضوع بذكاء، فبيروح توماس يقابل زعيمه العصابه دي ويتكلم معاها بدون مشاكل، وبيعرض توماس عليها ان هم يرجعوا لهم كل الحاجات اللي سرقوها من البيت عندهم في المقابل ان هم مش هيعملوا معاهم اي مشاكل لكن بالعكس هيحل الخلافات اللي بينهم وهيتحالفوا كمان. وعلشان يأكد لها ان مش هيحصل اي غدر من ناحيتهم بيقول لها ان هو عنده اخ اعزب واخوه الاعزب ده مستعد يتجوز اي واحده من بناتها، وطبعا لو اتجوزوا مش هيبقى في اي مشاكل بينهم وهيبقوا حلفاء على طول. فبتوافق زعيمه العصابه دي على عرض توماس لان هي كمان مش عايزه مشاكل معاهم، وكمان علشان تحالفهم مع البيكي بليندرز حاجه مفيده ليهم جدا. ولما بيجي الليل بيروح توماس يتكلم مع المفتش كامبل بخصوص فريدي، وده لان كامبل عايز يقبض على فريدي علشان فريدي بيدعم الفكر الشيوعي ودي كانت حاجه غير قانونيه وقتها،
وبيعرض توماس على كامبل إن هو يديله عنوان أكبر شخص شيوعي في المدينة في مقابل إن هو يتغاضى عن فكرة القبض على فريدي. ففي الأول بيكون كامبل رافض، لكن في النهاية بيوافق على عرض توماس. وقبل ما يمشي كامبل بيسأل توماس هيسلم الأسلحة إمتى، فبيقول له توماس لما يتأكد إن كل اللي هو عايزه تم ساعتها هيسلموا الأسلحة. وبيجي تاني يوم وبنشوف توماس وهو مجمع أسرته كلها علشان يقول لهم عن خبر مميز، والخبر ده إن هم بقى معاهم شهادة رسمية من الحكومة بإنهم يقدروا يعملوا سباقات قانونية للأحصنة، لأن هم كانوا بيعملوا السباقات دي ويراهنوا عليها لكن بشكل غير قانوني. لكن حاليا بفضل توماس وصفقته مع المفتش كامبل قدروا ياخدوا رخصة قانونية علشان يعملوا السباقات من غير مشاكل. وبعدها بيروح توماس يقابل جريس وبيعرض عليها تشتغل معاه وتبقى هي المساعدة بتاعته، بعد ما بقى كده شغله قانوني وكمان مترخص وبيقدروا يعملوه في العلن وقدام أي حد. فبيتوافق جريس على طول على عرض توماس لأن هما بيكونوا بدأوا يقعوا في حب بعض. وبتعدي الأيام وفي يوم بنشوف توماس وهو واخد إخواته ورايحين للعصابة التانية علشان أخو توماس الأعزب يتجوز واحدة منهم، وبالفعل بيتم الجواز ورسميا بيبقوا حلفاء وبيفضلوا يحتفلوا مع بعض. لكن فجأة وأثناء الاحتفال بتحس إيدا إن هي هتولد خلاص، فبيرجعوا للبيت على طول علشان يولدوها. وأثناء الولادة بيقرر توماس يستدعي فريدي علشان يبقى موجود في الولادة. وبالفعل بيجي فريدي وبيحضر الولادة وبيلاقي إيدا ولدت ولد وبيكون فرحان بيه جدا، لحد ما فجأة وبدون سابق إنذار بتوصل الشرطة للمكان وبتقبض على فريدي. رغم إن توماس اتفق مع كامبل إن هو ما يقبضش على فريدي، لكن بيجوا الظباط وبيقبضوا عليه وتوماس ما بيقدرش يعمل حاجة. وساعتها بولي بتتضايق وبتروح تضرب توماس لأنها بتعتقد إن ده كان فخ من توماس علشان يتم القبض على فريدي. لكن توماس ما بيكونش فاهم حاجة وما بيكونش عارف ازاي الشرطة او المفتش كامبل عرفوا ان فريدي موجود عندهم في البيت. وهنا بنكتشف ان جريس هي اللي بلغت الشرطة بوجود فريدي وخلتهم يجوا يقبضوا عليه. وبتعدي الايام وبنشوف جريس وهي مساعدة توماس وبتكون ماسكة الحسابات زي ما قال لها، لان رغم اللي حصل ده توماس مشكش فيها علشان بيحبها ومخليها مسؤولة عن حسابات العصابة كلها. فبتلاحظ جريس ان كل فترة بيروح مبلغ معين لشخص المفروض ان الشخص ده اتقتل على ايد البيك بليندرز نفسهم. وطبعا الموضوع ده بيكون غريب بالنسبة لها وبيخليها بتستغرب جدا، وبتقرر تروح تدور في الموضوع ده وتفهم ايه اللي بيحصل. فبتروح تتكلم مع اغبى شخص في العصابة واللي هو ارثر علشان تفهم منه اللي بيحصل. وبالفعل بيقع ارثر بالكلام وبيعرفها ان هم زيفوا موت الشخص ده والشخص ده لسه عايش. فبتبدأ جريس هنا تفكر يا ترى مين الشخص المدفون مكانه طالما هو لسه عايش. وبتبدأ جريس تخمن بذكائها إن الأسلحة ممكن تكون موجودة في قبر الشخص ده. وبالفعل بتروح جريس تبلغ كامبل باللي عرفته وبتقوله على استنتاجاتها. فعلى طول بيروح كامبل بمجموعة من العساكر لقبر الشخص ده وبيحفروا هناك وبيقدروا يلاقوا الأسلحة. وبيكون كامبل في قمة السعادة بعد ما نفذ المهمة، لأن أصلا الحكومة بعتته علشان المهمة دي. وبعد ما بتنتهي المهمة بيروح كامبل يتكلم مع جريس وبيقول لها إن هو بيحبها من البداية، لكن ما كانش قادر يقول لها حاجة غير لما المهمة بتاعته تخلص، وعلشان كده بيعرض عليها الجواز بشكل رسمي. لكن هي بترفض عرضه بكل احترام وبتقوله ان هو يستاهل واحدة احسن منها. لكن كامبل ما بيتقبلش الرفض وبيسألها وهي بترفض علشان وقعت في حب توماس. فبتسكت جريس وما بتردش عليه، وساعتها بيتأكد كامبل من شكوكه وبيتضايق وبيحس بالغيرة من توماس. وبيقرر كامبل ان هو يقبض على توماس بحجة ان هو بيعمل حاجات غير قانونية هو وعصابته. وبياخد كامبل مجموعة من العساكر وبيروحوا يقبضوا على توماس، لكن جريس بتروح لتوماس وبتهربه قبل ما كامبل والعساكر يوصلوا له. ولما بتفشل المهمة دي بيقرر كامبل ياخد الأسلحة ويمشي ويشيل جريس وعصابة البيكي بليندرز من دماغه. وبتعدي الأيام وبنشوف توماس وإخواته بعد ما أسسوا شركة قانونية مع بعض علشان ما يكونش في حاجة تدينهم ويبقوا ماشيين في السليم. وبيجمع توماس الأسرة وبيقول لهم على الخبر ده، وكمان بيقول إن هو قرر يهرب فريدي من السجن، وده علشان يصالح إيدا وبولي اللي بيكونوا زعلانين منه جدا جدا وبيكونوا لسه معتقدين إن هو السبب أصلا في حبس فريدي. وبالفعل بيحرر فريدي وهو في عربية الترحيلات. وكمان بيروح توماس لجريس وبيعترف لها بحبه وهي كمان بتعترف له بحبها، وبيتفق إن هم يعيشوا مع بعض على طول. وفجأة بيقاطعهم أرثر علشان يقول لتوماس إن في عصابة تانية في المنطقة جايين، والعصابة دي ناويين يهجموا عليهم. وبتكون عصابة شخص اسمه بيلي واللي هو كان مسؤول عن سباقات الأحصنة في المدينة، واللي عصابة البيكي بليندرز خدوا منه كل حاجة بعد ما بعت معاهم شهادة رسمية لسباقات الأحصنة. وهو بيكون جايب رجالته وجاي علشان ينتقم منهم. والمفاجأة إن كامبل هو اللي بيكون بيدعم عصابة بيلي
وكمان مموله بكل الأسلحة اللي بيحتاجوها علشان يخلصوا على عصابة البيكي بليندرز. وكمان بيروح كامبل يتكلم مع الضابط المسؤول عن المدينة وبيأمره ما يتدخلش في المعركة اللي هتحصل بين العصابتين مهما حصل. وبالفعل بيروح بيلي وعصابته لهناك، وبيكون توماس وارثر جمعوا كل العصابة وفريدي دلوقتي بقى من ضمنهم، وبيروحوا بعد كده يقابلوهم. والبيكي بليندرز بيحاولوا يحلوا الموضوع في الأول بشكل ودي بدون مشاكل، لكن بيلي بيرفض يوصل لأي حل وبيضرب توماس بالنار. ورغم كده بيقاوم توماس لأن هو متعود على الإصابات دي بسبب الحرب اللي شارك فيها. وبيقوم توماس يضرب بيلي بالنار وبيخلص عليه فورا. وبيقول توماس لعصابة بيلي يمشوا وهم مش هيعملوا لهم حاجة، فبيسيبوا أسلحتهم وبيمشوا، وبيعدي الموضوع بأقل الخسائر وما بتحصلش معركة زي ما كان متوقع. والبيكي بلندرز بعد كده بياخدوا توماس وبيطلعوا الرصاصة منه وبيعالجوه. وفي نفس الوقت ده بيعرف كامبر باللي حصل وبيكون مصدوم ومش مصدق ان البيكي بلندرز قدروا ينجوا، وده بيخليه بيتضايق اكتر ويحط البيكي بلندرز في دماغه بشكل اكبر. وفي الاثناء دي بتتجمع العصابة وبيحتفلوا بموت بيلي وبكل النجاحات اللي هم وصلوا لها، لان بكده ما بقاش في حد بينافسهم في مجال سباقات الاحصنة ولا اي مجال تاني حتى، ويعتبروا كده سيطروا على المدينة كلها بكل اللي فيها. ومن اللحظة دي مفيش حد يقدر يقف قصادهم وقصاد طموحاتهم. وبيخلص الموسم الأول من المسلسل. بيبدأ الموسم الثاني من المسلسل بعد مرور سنتين من أحداث الموسم الأول، واللي قدرت فيه عصابة البيكي بليندرز إنها تسيطر على مدينة برينغهام بالكامل، وقدرت تخليها تحت سيطرتها تماما. وبتكون كل الأوضاع كويسة مع البيكي بليندرز، وبدأوا يوسعوا شغلهم ويكبر أكتر وأكتر، لحد ما في يوم فريدي جزء ده بيتوفى بسبب فيروس كان منتشر وقتها. وبنشوف توماس وأسرته وهم موجودين في جنازة فريدي وبيحاولوا يواسوا إيده ويخففوا عنها. وبيروح توماس يتكلم مع أخته وبيطلب منها تيجي تعيش معاهم وتجيب معاها ابنها بدل ما تعيش لوحدها في مدينة لندن، وكمان علشان هو ناوي يتوسع في شغله في لندن، وده ممكن يعرضها للخطر من العصابات اللي موجودة هناك. لكن إيدا بترفض تسيب بيتها وبتقرر تفضل في مدينة لندن، وبترفض عرض توماس وبتودعه وبتمشي. فمش بيرضى توماس يضغط عليها وبيقرر يبعت مجموعة من رجالته وراها علشان يحموها من غير ما هي تعرف. وبعد الجنازة بيمشي توماس وبيروح للحانة بتاعت أخوه أرثر، وتعتبر دلوقتي الحانة دي تخص العصابة كلها. وهناك بيتفاجئوا في المكان لأن الحانة تم تفجيرها أثناء غيابهم ومحدش عارف مين الفاعل. وبيجي ضابط يسأل توماس لو هو شاكك في حد معين، ولكن توماس ما بيتهمش حد وبيقوله ان التفجير ممكن يكون بسبب تسريب في الغاز، وبيخلي الضباط يمشوا. وفيما بعد بيعرف توماس ان عصابات لندن هم اللي ورا تفجير الحانة، وده بعد ما شهرة البيكي بليندرز سمعت هناك والكل بقى يعرف عنهم وعن تجارتهم، وكمان علشان هم كانوا ناويين يتوسعوا في لندن ويبدأوا يشتغلوا فيها على كبير، والتفجير ده كان تحذير ليهم مش اكتر. ورغم كده ما بيتأثرش توماس نهائي وبيعمل اجتماع عائلي علشان يتكلم مع أسرته. وهناك بيتكلم توماس معاهم وبيبلغهم باللي هو عرفه، وبيقول لهم ان في خلال الفترة دي هينقل معظم شغلهم في لندن حتى بعد التفجير والتحذير اللي حذروه ليهم. وبيقول لهم توماس لو في اي حد خايف من الحرب اللي هيدخلوها مع العصابات دي يقدر ينسحب دلوقتي، لكن طبعا محدش بيمشي وكلهم بيدعموه في قراره. فبيطلب منهم توماس يجهزوا نفسهم لانهم هيبدأوا شغل في لندن من تاني يوم، وكلهم بيستغربوا لكن محدش فيهم بيعترض برضه، وبيروحوا فعلا يجهزوا نفسهم. ولما بيمشوا بتروح العمة بولي تتكلم مع توماس وبتسأل عن سبب استعجاله على شغلهم في لندن، فبيقول لها توماس ان هو بقاله فترة بيدرس اكبر عصابتين في لندن واللي هما العصابة الايطالية والعصابة اليهودية، وعرف ان في مشاكل وخلافات كبيرة بين العصابتين وبقالهم 6 شهور في معارك وحروب، وان الفترة دي هي احسن فترة ليهم علشان يدخلوا لندن. وبيعرفها خطته ويبدأوا يشتغلوا فيها إنه هيساعد العصابة اليهودية في القضاء على العصابة الإيطالية، وبعد ما يقضوا على العصابة الإيطالية هم ياخدوا مكانهم في المدينة. وتاني يوم توماس بياخد إخواته وبيروحوا الكازينو بتاع العصابة الإيطالية واللي زعيمها بيكون اسمه سابيني، وبيدخلوا للمكان وبيبدأوا يستفزوا مجموعة من أفراد العصابة الإيطالية لحد ما بتقوم خناقة ما بينهم وما بين توماس وإخواته، وبيقدروا يضربوا معظم أفراد العصابة الإيطالية وبيقدروا يظبطوا وجودهم في لندن، وبيخوفوا منهم العصابات كلها من قبل حتى ما يبدأوا الشغل في لندن. وبعد ما الخناقة بتخلص بياخد توماس إخواته وبيمشوا من المكان ولا كأن في حاجة حصلت. ولما بيرجعوا للبيت بولي بتتخانق مع توماس على اللي هو عمله في الكازينو علشان هو ما كانش معرفها إن هو هياخد إخواته ويروحوا يتخانقوا مع عصابة سابيني،
وكمان هيتخانقوا في الكازن بتاعهم، وبتقوله إن هي كانت فاكراه أذكى من كده، وكانت معتقدة إن هو هيساعد العصابة اليهودية من بعيد من غير ما يتدخل، وما كانتش متخيلة أبدا إن هو ممكن يروح يعمل مشكلة مع العصابة الإيطالية في قلب أرضهم. فبتقوله بولي إنه بالشكل ده أعلن الحرب على العصابة الإيطالية، وسابيني أكيد مش هيسكت على اللي حصل وبتسيبه وبتمشي. فبيتضايق توماس من كلام بولي وبيخرج يتمشى شوية ويشم هوا، لكن وهو بيتمشى بيتفاجئ بمجموعة أشخاص بيهجموا عليه، وبيبدأوا الأشخاص دول يضربوه بدون رحمة. فبيحاول توماس يدافع عن نفسه، ولكن عددهم بيكون كبير وبيقدروا يسيطروا عليه. وساعتها بيجي سابيني يتكلم مع توماس، وبيقول لتوماس إن الوضع في لندن مش زي أي مدينة تانية، وإن هو لو فاكر نفسه زعيم عصابة في مدينة برينغهام فهو في لندن دلوقتي، وفي لندن هو يعتبر مهرج ملوش لازمة. وبيأمر سابيني واحد من رجالته يخلص على توماس ويقتله، وبالفعل بيكونوا هيقتلوه ويخلصوا عليه، لكن في آخر لحظة بيتضرب عليه النار، وساعتها سابيني بياخد رجالته وبيهرب. وحرفيا بيتكتب لتوماس عمر جديد بسبب الشخص اللي ضرب نار على سابيني ورجالته. والشخص اللي أنقذ توماس ده هو المفتش كامبل، وكامبل بيخلي رجالته ينقلوا توماس للمستشفى. وفي نفس الوقت ده في مجموعة من رجالة سابيني بيكونوا رايحين يخطفوا إيدا علشان يخلصوا عليها هي كمان، لكن رجالة توماس اللي كان باعتهم يراقبوا إيدا ويحموها بيدخلوا في الوقت المناسب وبيقدروا ينقذوها من رجالة سابيني. وتاني يوم بنشوف كامبل وهو رايح يزور توماس في المستشفى، وبيعرفوا كامبل إن هو كان بيراقبه وهو اللي أنقذه من الموت، لكن توماس ما بيكونش ممتن ليه ولا بيكون طايقه من الأساس بسبب الماضي اللي كان بينهم. ومن كلامهم مع بعض بنعرف إن توماس عرف إن حبيبته جريس كانت بتخونه، وكانت بتتقرب منه علشان تاخد منه معلومات، ورغم إن هو عرف حقيقتها لكن ما قدرش يقتلها لأن هو كان بيحبها جدا وخلاها تمشي وتخرج من حياته وخلاص. ومن ساعتها وهو ما يعرفش عنها حاجة، لكن الموضوع بيكون مأثر في حياته وبيخليه مش قادر يثق في أي حد حواليه. وبنرجع تاني لكلام كامبل وتوماس، وبنشوف كامبل وهو بيتكلم مع توماس وبيقول له إن هو عايزه في مهمة رسمية، وبيهدده كامبل إن هو لو منفذش المهمة اللي هيقول له عليها هيخلص عليه فورا. وطبعا بيضطر توماس إن هو يوافق على المهمة، وهنعرف إيه هي المهمة دي بالتفصيل كمان شوية. وبيجي الليل وبيخرج توماس من المستشفى رغم حالته الصعبة، وبيروح ياخد واحد من رجالته وبيتحرك ناحية لندن. وبعدها بيوصل توماس للندن وبيروح يقابل زعيم العصابة اليهودية واللي بيكون اسمه ألفي، وده علشان يبقوا حلفاء ويواجهوا سابيني وعصابته مع بعض. وبيقعد توماس مع ألفي وبيكون ألفي مستغرب ازاي توماس لسه عايش، وبيسأله مين اللي أنقذ حياته من سابيني ورجالته. فبيوضح له توماس إن الشرطة هي اللي أنقذته منهم، لأن هو بيدفع فلوس كتير للشرطة ويعتبر هو اللي بيتحكم فيهم. وبيبدأ توماس يعرض عليه إن هو يتحالف معاه لمواجهة العصابة الإيطالية والقضاء عليها، لكن ألفي بيقوله إن هو مجهز نفسه ومجهز عصابته ومش محتاج لأي حلفاء، خصوصا إن هو سمع إن البيكي بليندرز غدارين وملهمش أمان. فبيحاول توماس يقنعه بالعكس، وبيبدأ يعرض عليه عروض مغرية جدا علشان يخليه يغير رأيه، زي إن هو يبعت له 100 واحد من رجالته يأمنوا المصانع بتاعتهم، وكمان هيخلي الضباط اللي في المنطقة ما يجوش جنبه وما يضايقوهوش هو وعصابته. وفعلا بيعجب ألفي بالحاجات اللي توماس هيوفرها له، وبيغير رأيه وبيوافق إن هم يبقوا حلفاء. وبكده يكون توماس عمل اللي في دماغه وقدر يدخل للندن بشكل رسمي وبيبدأ شغل فيها وهو وعصابته. وبعدها بيروح توماس يتكلم مع أخته إيدا بعد ما عرف من رجالته اللي حصل لها، وبيقول لها توماس إن هو حذرها وقال لها قبل كده إن هي هتبقى في خطر ولازم تيجي تعيش معاهم، وإن هي شافت بعينيها الخطر اللي هي فيه وإنها كانت ممكن تموت في الليلة دي، وبيطلب منها تيجي تعيش معاهم للمرة التانية علشان هو مش ضامن إيه اللي هيحصل لها المرة الجاية. لكن إيدا بتفضل برضه مصممة على موقفها وبتفضل إن هي ما تسيبش لندن. فبيعرض عليها توماس إن هي تيجي تعيش معاه في لندن وهتعيش معاه في الفيلا بتاعته، وبيقول لها توماس إن هي بالشكل ده هتقدر تفضل موجودة في لندن زي ما هي عايزة، وفي نفس الوقت رجالته هيبقوا معاه علشان يأمنوها ويأمنوا الفيلا. وفي الأول بتكون إيدا رافضة الفكرة، لكن في النهاية بتغير رأيها وبتوافق وبتاخد منه مفاتيح الفيلا. وبعدها بيروح توماس يحتفل بعيد ميلاد بولي هو والأسرة كلها، وبيكونوا كلهم محضرين هدية لبولي، والهدية دي عبارة عن فيلا فخمة جدا اشتروها وكتبوها باسمها، وبيقعدوا يحتفلوا مع بعض.
وبولي بتكون في قمة الفرحة بالهدية. وبعد عيد الميلاد بيقعد توماس يتكلم مع بولي على انفراد، ومن الكلام بنعرف إن بولي زمان كانت مدمنة وحالتها النفسية والعقلية ما كانوش كويسين، وساعتها كان عندها ولد وبنت صغيرين، لكن للأسف الحكومة خدتهم منها بسبب إنها كانت مدمنة ونقلوا أولادها لدار أيتام. ومن وقتها وهي ما تعرفش عنهم أي حاجة وما تعرفش إيه اللي حصل لهم بعد كده، لكن هي بتتمنى تشوفهم مرة تانية. والمفاجأة إن توماس أمر رجالته يدوروا ورا دار الأيتام دي ويعرفوا إيه اللي حصل لولادها، وبيطمنها توماس إنه قريب جدا هتسمع خبر حلو عن ولادها وهتشوفهم تاني. وبتكون بولي طايرة من الفرحة والفرحة مش سايعاها. وبالفعل بعد كام يوم بيعرف توماس مكان ابن بولي وبيكون اسمه مايكل. وبيعرف توماس كمان ان للأسف بنت بولي اتوفت ومايكل بس هو اللي عايش، وبيكون مايكل عايش مع أسرة اتبنته من وهو صغير. فبيروح توماس لبيت الأسرة دي علشان يقابل مايكل، وبيقابل أم مايكل بالتبني. وأول ما بتعرف ان توماس من أسرة مايكل الحقيقية بترفض تتكلم معاه وبتكون عايزة تطرده بأي شكل، لأن هو يعتبر جاي ياخد منها الشخص اللي هي بتربيه وبتعتبره في مقام ابنها. وبيكون توماس مقدر اللي هي فيه وبيفضل ساكت رغم وقاحتها معاه، وبيروح يدي عنوانه لمايكل وبيقول له يجي على العنوان ده لو هو عايز يشوف أمه، وبيسيبهم بعد كده وبيمشي. وبيرجع توماس لبولي وبيقول لها على اللي هو عرفه وعلى ان بنتها توفت، لكن بيحاول يواسيها ويطمنها ان هو عارف مكان ابنها وراح قبله كمان، لكن اسرته بالتبني مش هيرضوا يتخلوا عنه، وعلشان كده لازم يستنوا لما هو يكمل ال 18 سنة ويبقى شخص بالغ ويقدروا ساعتها ياخد قرار يعيش معاهم او لا. لكن بولي بتتعصب اول ما بتسمع الكلام ده وبتبقى زي المجنونة، لانها بتعرف ان ابنها لسه عايش وبعيد عنها، وبتكون عايزة تعرف مكانه بأي شكل وتروح تاخده من الأسرة اللي اتبنته بالقوة. فبيحاول توماس يهديها من الحالة اللي هي فيها وبيفهمها إن اللي هي بتفكر فيه ده مش حل للمشكلة، لكن بولي بتتعصب زيادة وبتطلع المسدس وبتوجهه ناحية توماس وبتطلب منه يقول لها على مكان الأسرة اللي اتبنت ابنها. فبيقول لها توماس بمنتهى الهدوء إن لو هي قتلته مش هتعرف مكان ابنها نهائي، وبيحاول يهديها بأي شكل. وفعلا بتهدى بولي شوية وبتتملك أعصابها وبتسيبه وبتمشي. وبتعدي الأيام وفي يوم بتتفاجئ بولي بإن مايكل ابنها جاي لغاية عندها علشان يشوفها ويشوف أسرته الحقيقية بعد ما فكر في عرض توماس وقرر يجي يقابله من العنوان اللي سابهوله. وفي الأول بولي ما بتقدرش تتعرف عليه، لكن لما بيعرفها بنفسه الفرحة ما بتكونش سايعاها وبترحب بيه جدا وبتضيفه عندهم. وساعتها بيجي توماس واخواته وبيتعرفوا على مايكل وبيقعدوا معاه وبيقضوا وقت لطيف جدا. وبعد مرور كام يوم بيروح توماس للمفتش كامبل علشان يعرف منه تفاصيل المهمة اللي هو عايزه فيها، والمهمة دي بتكون عبارة عن قتل ضابط إنجليزي كبير في البلد. وبيفهموا كامبل إن الضابط ده ضابط فاسد، لكن هم مش قادرين يمسكوا عليه أي حاجة، علشان كده قرروا إن هم يقتلوه ويقضوا عليه بعيد عن القانون. ولكن علشان هو ضابط إنجليزي ويعتبر واحد منهم ما ينفعش هم اللي يعملوا كده أو حتى يظهروا في الصورة بأي شكل من الأشكال، وعلشان كده قرروا يتعاونوا مع توماس، لأن لو زعيم عصابة قتل ضابط الموضوع مش هيكون ملفت، وباختصار مفيش ناس كتير هتهتم بالموضوع، لأن وقتها كانت في مشاكل كتير بين الضباط وبين العصابات. ورغم إن المهمة دي بسيطة شوية ومش معقدة، لكن توماس بيكون رافضها في البداية، فبيحاول كامبل يقنعه بأي طريقة غير العنف، لأن هو هدده بالقتل قبل كده والقتل ما جابش معاه نتيجة. وبيقرر كامبل يوصلوا لاتفاق بهدوء، وفعلا بيعرض كامبل تسهيلات كتير لتوماس بخصوص تجارته في لندن. فلما بيعرف توماس ان شغله هيكبر وهيتوسع اضعاف بيغير رأيه وبيوافق على المهمة على طول. وبتعدي الايام وفي يوم توماس بيجمع اخواته وكل اسرته علشان يحتفلوا سوا، والاحتفال ده بيكون بمناسبة انضمام مايكل ابن بولي للعصابة بشكل رسمي وبقى خلاص واحد من البيكي بليندرز. وده بعد ما مايكل قرر يفضل معاهم وينضم لهم ويبقى واحد منهم ويسيب أسرته اللي اتبنته. وساعتها بيتجمعوا كلهم وبيستمتعوا بوقتهم. وتاني يوم بنشوف توماس وهو بيتكلم مع بولي وأرثر وبيكون محضر لهم مفاجأة، والمفاجأة دي إن هو هيوسع شغله وهيبدأ يشتغل في الخمور مع ألف زعيم العصابة اليهودية. فكلهم بيفرحوا لأنهم ما كانوش قادرين يشتغلوا في الخمور قبل كده، لكن حاليا وبسبب تعاونهم مع العصابة اليهودية هيقدروا يكبروا شغلهم أكتر. فبيتفقوا إن أرثر هو اللي يدير مجال الخمور دي مع ألف،
وبتكون كل حاجة ماشية تمام مع البيكي بليندرز، وبيبدأوا يتشهروا في كل حتة في لندن وبيكبروا تجارتهم. لكن المفاجأة إن في نفس الوقت ده بيروح سابيني زعيم العصابة الإيطالية يتكلم مع ألفي، وبيكون سابيني رايح يتكلم معاه علشان يحلوا المشاكل اللي بينهم، وده بعد ما حس إن هو وعصابته في خطر بسبب وجود البيكي بليندرز. فبيقرر يرجع العلاقات مع العصابة اليهودية ويحل كل المشاكل اللي بينهم علشان يفضل موجود والبيكي بليندرز ما ياخدوش مكانه. وفي الأول بيكون ألفي متمسك بموقفه وبيكون مش عاوز يتصالح مع سابيني وعصابته، ولكن سابيني بيعرض عليه فلوس ومشاريع كتير فبيغير رأيه وبيتصالحوا. وبيقرر ألفي إن هو يتعاون مع سابيني ويخرجوا البيكي بليندرز من لندن. وتاني يوم بيروح أرثر يخلص شغل الخمور مع ألفي، فبيتفاجئ إن ألفي ورجالته بيغدروا بيهم، وساعتها ألفي ورجالته بيقتلوا واحد من أفراد البيكي بليندرز، وبعدها بيبلغوا الشرطة إن أرثر هو اللي قتل الشخص ده، وبيضربوه بيكتفوه لحد ما الشرطة بتوصل وبتقبض عليه. وفي نفس الوقت ده بيكون كامبل راح هو ومجموعة من الجنود لبيت بولي علشان يقبضوا على مايكل ابنها، وده بعد ما كامبل لفق له تهمة علشان توماس لسه ما نفذش المهمة اللي هو طلبها منه. فلما بيعرف توماس بخبر القبض على مايكل بيروح يتكلم مع كامبل وبيكون متعصب، وبيقول له ان اللي حصل ده ما كانش جزء من الاتفاق. فبيقول له كامبل انه اتأخر على تنفيذ المهمة وده برضه ما كانش جزء من الاتفاق. فبيحاول توماس يحسن موقفه وبيعرفوا ان الضابط اللي هو طلب منه يقتله ده عليه حراسة شديدة وهو محتاج يخطط وياخد وقت علشان يقدر يخلص عليه. فبيقول له كامبل ان هو مش مهتم بكل ده وان هو عاوز يخلص المهمة دي في اسرع وقت وبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع توماس للبيت بيعرف اللي حصل لأرثر هو كمان، وكمان بيعرف ان سابيني ورجالته تعاونوا مع العصابة اليهودية وطردوا كل افراد البيكي بليندرز من لندن. وبيكون توماس مصدوم ومش مصدق كمية المصايب اللي بتحصل ورا بعض، فبيقرر هنا ان هو يهدى ويتعامل مع كل مشكلة من المشاكل دي لوحدها علشان يقدر يحل كل المشاكل. لكن بولي ما بتكونش قادرة تهدى زيه، وكل اللي هاممها بيكون ابنها مايكل. فبتتعصب بولي على توماس علشان يلاقي حل ويطلع ابنها من السجن. فبيحاول توماس يهديها وبيقول لها ان هو هيخرج مايكل وارثر من السجن وان هو هيحل مشاكل الشغل كلها، لكن هي لازم تستنى شوية وتسيب كل حاجة لوقتها. لكن بولي ما بتهتمش بكلامه وبتكون عايزة تخرج ابنها من السجن بأي تمن. وعلشان كده تاني يوم بتروح بولي تقابل كامبل وبتتكلم معاه وبتترجاه يخرج ابنها من السجن في مقابل أي حاجة يطلبها. فبيقرر هنا كامبل يستغل الوضع رغم ان كامبل كان هيخرج ابنها من السجن بعد ما توماس هينفذ المهمة، لكن كامبل لقاها مستعدة تعمل أي حاجة. فبيقول لها كامبل ان هو هيخرج ابنها من السجن مقابل انه يتقرب منها ويقضي ليلة معاها. فاضطرت بولي ان هي توافق على عرضه. وتاني يوم بنشوف مايكل وهو خارج من السجن فعلا وبيلاقي امه مستنياه عند البوابة، لكن مايكل بيكون متضايق منها ومش عايز يتكلم معاها ولا يشوفها، وده لان السجن كله عارف عملت ايه علشان كامبل يخرجه من السجن، وكل اللي في السجن كانوا بيتنمروا عليه وبيعايروه بامه. وبيسيبها مايكل وبيمشي وهو حزين ومحبط. وفي نفس الوقت ده بيبعت توماس رجالته علشان يفجروا بيت الضابط اللي المفروض توماس يقتله، لكن الانفجار بيكون قريب من البيت ومش بيقتل الضابط، وبالعكس بيخلي الضابط يحس بالخطر وبيتنقل لمكان تاني مؤمن اكتر وشديد الحراسة اكتر. ولما بيعرف كامبل بالخبر بيروح يقابل توماس وبيسأله عن اللي هو عمله. فبيقول له توماس ان هو فاهم دماغه من الاول وعارف مخططاته وفاهم كويس ان هو كان عايز يقتل الضابط جوه بيته علشان بعدها يقبض عليه بتهمة قتل الضابط ويعدمه ويضرب عصفورين بحجر، لكن هو مش هينوله اللي هو عايزه وهيقتل الضابط ده من غير ما يسيب وراه اي اثر. وبيعرفوا توماس ان في سباق كبير هيتعمل في المدينة وان الضابط الانجليزي ده هيحضر السباق وهو ناوي يستغل الزحمة والدوشة ويخلص عليه وقتها، وعلشان كده بيطلب منه يبعد الشرطة عن السباق وما يخليش اي حد يتدخل. فبيوافق كامبل وبيسيبه وبيمشي. والمفاجأة ان اللي بيكون عامل السباق ده هو سابيني وعصابته، وبيكون توماس هو كمان ناوي يضرب عصفورين بحجر، وده لان توماس عارف ان سابيني خان ألفي وضحك عليه وان ألفي هو اكتر شخص خسر في كل اللي حصل. وعلشان كده توماس رجع علاقته مع ألفي مرة تانية وتعاون معاه واتفقوا هما الاتنين انهم يخلصوا على سابيني ورجالته، وده هيحصل اثناء السباق اللي سابيني هيعمله في المدينة، وان بعد ما يخلصوا على سابيني هيمضوا عقود رسمية تخليهم شركاء بشكل رسمي، لان العقود دي هتضمن لهم هما الاتنين ان هما يفضلوا شركاء.
ومش هيغدروا ببعض مرة تانية. والأهم من الشراكة إن توماس اتفق مع ألفي إن هو يخليه يسحب البلاغ اللي قدموه رجالته في أرثر، وبالفعل بيخرج أرثر من السجن وبيتم تبرئته من تهمة القتل بعد ما ألفي وعصابته سحبوا البلاغ اللي ضده. وبعد ما بيخرج أرثر بينضم لتوماس وباقي العصابة، وبيبدأوا كلهم يجهزوا نفسهم علشان يخلصوا على سابينو وعصابته، وبيطمنهم توماس إن المهمة هتكون سهلة وإن هم مش هيواجهوا أي صعوبة لأن الشرطة مش هتتدخل، وده طبعا بسبب اتفاقه مع كامبل. وبالفعل بعد ما بيجهزوا نفسهم بيروحوا كلهم للسباق، وهناك توماس بيخلي واحدة ست تستدرج الضابط الإنجليزي بعيد عن السباق علشان يقدر يقتله من غير ما حد يحس، وبالفعل بتستدرجه الست دي لبعيد، وساعتها بيروح له توماس وبيهجم عليه وبيبدأ يشتبكوا مع بعض. وبعد قتال طويل بيقدر توماس يخلص عليه وبينفذ المهمة، وبعدها بيروح توماس يقعد مع سابيني، وفي نفس الوقت بيكون أرثر وباقي العصابة البيكي بليندرز بيخلصوا على رجالة سابيني. وبيفضل توماس يتكلم مع سابيني ويحكي له على اتفاقه مع ألفي وعلى إن هما الاتنين اتفقوا يقضوا عليه تماما، فبيتعصب سابيني وبيكون عايز يقتل توماس لكن ما بيقدرش يعمل حاجة لأن الشرطة بتكون ملت المكان بعد ما الضابط الإنجليزي اتقتل. فبيعرض توماس على سابيني إن هو ياخد الباقي من رجالته ويمشي من لندن بهدوء بدل ما يقتلوهم ويخلصوا عليهم، فبيضطر سابيني إن هو يوافق على عرض توماس وياخد رجالته ويمشي بعد ما خسر كل حاجة. وفي نفس الوقت ده بيروح كامبل يطمن السلطات إن الضابط الإنجليزي اللي كان عايزين يخلصوا عليه اتقتل، فبيعتقد كامبل كده إن هو خلص مهمته وكل حاجة تمام، لكنه بيتفاجئ إن بولي جاية تقابله علشان تنتقم منه لأن هو استغلها، وبتضربه بولي بالنار وبتخلص عليه وبتمشي من المكان وهي فرحانة لأنها أخدت حقها وحق كل الأشخاص اللي كان بيظلمهم. وبيجي الليل والبيكي بليندرز بيتجمعوا كلهم في حانة أرثر بعد ما جددوها بعد التفجير اللي حصل فيها، وبيتجمعوا وبيحتفلوا إن هم خلاص قدروا يحققوا اللي كانوا بيحلموا بيه، وبيكونوا قدروا يسيطروا على نص مدينة لندن وبالاشتراك مع العصابة اليهودية، والصيت بتاعهم بيكبر أكتر وأكتر في البلد كلها. لكن كل ده بيبقى مقدمة للمواسم اللي جاية لأن في مفاجآت كتير في الموسم الثالث، وبيخلص الموسم الثاني من المسلسل. بيبدأ الموسم الثالث من المسلسل بعد مرور سنتين من أحداث البيكي بليندرز في لندن، وبعد ما كل حاجة بقت مستقرة مع العصابة وشغلهم بقى ماشي كويس، قرر توماس زعيم العصابة في الوقت ده إن هو يتجوز. وبنشوف توماس وهو موجود في الكنيسة علشان يخلص مراسم الجواز، وبنكتشف إن هو بيتجوز حبيبته جريس، وبنعرف إن جريس سافرت لنيويورك واتجوزت هناك بعد ما توماس اكتشف خيانتها ليه. جوزها مات ورجعت جريس للمدينة مرة تانية، وراحت لتوماس واعتذرت له على كل اللي هي عملته، واعترفت له إن هي لسه بتحبه وندمانة على كل حاجة عملتها معاه. وبالفعل ارتبطوا فترة وبعدها خلفت جريس منه ولد صغير اسمه تشارلي، وعلشان كده توماس قرر يتجوزها، واليوم ده بيكون يوم جوازهم. وبعد ما بيخلصوا مراسم الجواز في الكنيسة بياخدوا صورة جماعية للذكرى، وبيروحوا كلهم بعدها يحتفلوا بالجواز في قصر توماس. وقبل ما يبدأوا الاحتفالات توماس بيجمع أسرته وبيشدد عليهم وبيقول لهم محدش يعمل أي مشاكل مع أسرة جريس، وده لأن أسرة جريس كلها ضباط وعساكر في الحكومة الإنجليزية. وبعدها بيدخلوا كلهم للحفلة وبيستمتعوا بوقتهم وبيقضوا وقت لطيف سوا. وأثناء الحفلة بيجي شخص روسي يتكلم مع العمة بولي وبيقول لها إن هو عاوز يقابل توماس ضروري، فبيضطر توماس يخرج من الحفلة ويروح يقابل الشخص الروسي ده. وبنعرف من كلامهم إن في شغل بين البيكي بليندرز وبين الروس، وده لأن في الوقت ده كانت في حروب في روسيا بين القادة النبلاء وبين الأشخاص اللي بيدعموا الاتحاد السوفيتي، وساعتها استغل توماس الوضع ده واشتغل مع القادة النبلاء، وكان بيورد توماس أسلحة للقادة دول علشان يحاربوا بيها الاتحاد السوفيتي. والشخص الروسي ده بيكون تبع القادة النبلاء وبيكون جاي يسلم توماس عربون لصفقة أسلحة، ورغم ان توماس كان موافق على الصفقة وما عندوش مانع فيها ولكن بيكون متعصب ومتضايق، وده لان هم سابوا كل الايام وجايين يتفقوا معاه على الصفقة يوم فرحه، وكمان علشان الفلوس ما بتكونش موجودة مع الشخص الروسي ده وبتكون الفلوس موجودة مع واحدة من القادة النبلاء، والست دي بتكون مستنياهم في محطة القطر والمفروض توماس يروح يقابلها، لكن توماس بيرفض يسيب فرحه وبيقرر يبعت مأمور الاسم بنفسه علشان يجيب له هو الفلوس من المحطة. وبنلاحظ ان توماس بقى متحكم في المدينة كلها باسم الشرطة بالضباط اللي فيه كمان، وكلمته في الوقت ده بتكون بتمشي على الكل.
وبالفعل بيروح المأمور يجيب الست دي لقصر توماس، وعلشان توماس متعصب منهم بيستقبلها بمنتهى الوقاحة وبيكلمها بطريقة وحشة جدا، وبياخد منها الفلوس وبيقول لها إن هو هيسلب الأسلحة لما يخلص اللي وراه، وبيسيبها وبيمشي مع أخوه أرثر. وفي الطريق بيتكلم أرثر مع توماس وبيدردش معاه بخصوص الشغل مع الروس، وبيقول أرثر لتوماس إن الروس غدارين وما كانش ينفع يشتغل معاهم ولا يعمل معاهم أي صفقات، لكن توماس بيكون لسه متضايق وبيتعصب على أرثر وبيقول له إن الشغل مع الروس هيعود عليهم بفلوس كتير، وبيقول له وهو متعصب إن هو عارف بيعمل إيه كويس ومش محتاج منه أي نصايح. فبيزعل أرثر وبيسيبه وبيمشي، وبيروح أرثر لمراته اللي بيكون اسمها ليندا، وبنعرف إن ليندا دي متدينة جدا وبعيدة تماما عن كل الحاجات الغير قانونية اللي البيكي بليندرز بيعملوها. وبنلاحظ إن ليندا بدأت تأثر على أرثر، ومن ساعة ما اتجوزها وهو ندمان ودايما حاسس بالذنب على الحاجات اللي هم بيعملوها، وبيتمنى أرثر إن هو يبطل شغل العصابات لكن ما بيكونش عارف يعمل كده إزاي، فبيحاول يتعايش مع الوضع على قد ما يقدر ويستنى الوقت المناسب علشان يبعد عن الكلام ده كله. وتاني يوم بنشوف توماس وهو رايح للمينا علشان يتكلم مع رئيس العمال اللي موجود هناك، وده لأن في عربيات مصفحة وأسلحة كتير تبع الجيش الإنجليزي موجودة في المينا. وبيكون توماس رايح لرئيس العمال علشان ياخد منه مفاتيح الرصيف اللي الأسلحة موجودة فيه، وده علشان ياخد الأسلحة والعربيات المصفحة ويروح يسلمها هو للروس. وبنلاحظ إن توماس ما بقاش يهمه جيش ولا حكومة، ومفيش حد قادر يقف في وشه ولا في وش البيكي بليندرز. وفي البداية رئيس العمال ده بيكون رافض يدي لتوماس مفاتيح الرصيف لأن الحاجة دي في عهدته وهو المسؤول عنها، لكن بعد ما توماس بيهدده بالقتل بيغير رأيه وبيوافق على مساعدة توماس. وبعدها بيروح توماس يقابل شخص اسمه هوجو، وهوجو ده بيكون هو الوسيط بين توماس وبين القادة النبلاء، لكن هوجو بيرفض يتفاوض مع توماس لأن هو ما بيكونش مصدق إن توماس معاه الأسلحة والعربيات المصفحة فعلا. فبيتضايق توماس وبيطلب منه يقابل كبير القادة النبلاء والمعروف بلقب الدك. وفي الأول بيكون هوجو رافض الفكرة أو مش عاوز توماس يقابل الدك، لكن لما توماس بيكون مصمم على موقفه بيضطر هوجو يدي لتوماس عنوان في لندن وبيقول له روح يقابل الدك هناك. وفي نفس الوقت ده بيكون أرثر قاعد مع أخوه الصغير وبيكون اسمه جون، وكلهم بيكونوا متجمعين ومفيش أي مشاكل لحد ما بيجيلهم شخص إيطالي اسمه شانجريتا، وشانجريتا ده بيكون من ضمن عصابة سابيني، وبيقول لهم شانجريتا إن من ساعة اللي حصل مع زعيمهم سابيني وهم في حالهم وما بيعملوش أي مشاكل، لكن في كذا فرد من عصابة البيكي بليندرز بدأوا يضايقوهم ويوقفوا شغلهم. وبيكون شانجريتا جاي يشتكي لأرثر وجون علشان يحلوا الموضوع بشكل ودي، وبيطلب منهم إن هم يسيبوهم في حالهم ومحدش يجي جنبهم، لكن جون ما بيهتمش بكلامه وبيفضل يستفزه وبيبدأ يقلل منه وبيعرفه ان هو ما يقدرش يعمل اي مشاكل اصلا. فبيتعصب شانجريتا جدا وبيقول لهم ان هو حاول يحل المشاكل معاهم بهدوء وهم اللي رفضوا، وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بتروح بولي تتكلم مع جون بعد ما عرفت اللي هو عمله مع شانجريتا، وبتقول له بولي يروح يعتذر له ويصلح العلاقات معاه، وده لان هم مش عايزين يدخلوا في حروب تانية مع الايطاليين لان الحروب والمعارك بتخسر كتير. لكن جون بيرفض يسمع كلامها وبيقول لها إن الإيطاليين خايفين منهم من ساعة اللي حصل مع سابيني ومش هيقدروا يعملوا أي حاجة. فبتتضايق بولي من طريقة جون وبتقرر تخوفه طالما الكلام العادي مش جايب نتيجة معاه، وبتهدده بولي إن هي هتبلغ أخوه الكبير توماس وتوماس هيتصرف معاه بطريقته. فبيتضايق جون وبيتعصب عليها وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون توماس قاعد مع الدكتور وبيتكلموا مع بعض بخصوص الصفقة، وبيقول لتوماس إن هو عارف إن حالتهم المادية صعبة وإن هم خسرانين فلوس كتير وده بسبب الحروب اللي هم فيها مع الاتحاد السوفيتي. وبيسألوا توماس وبيقول له طالما حالتهم المادية صعبة هيقدروا يدفعوا له بقى فلوس ازاي؟ فبيقول له الدك ان اللي هو سمعه ده مجرد اشاعات وان هم اللي نشروا الاشاعات دي بنفسهم لان ده جزء من خطتهم في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي. وعلشان الدك يطمن توماس اكتر بيطلع له جوهره وبيديها له وبيقول له يعتبرها جزء من ثمن الصفقه، وبيطمنه ان هم معاهم جواهر كتير وان هو هيدفع له ثمن الصفقه مجوهرات. وبالفعل بيطمن توماس شويه وبياخد منه الجوهره وبيسيبه وبيمشي. وفي الاثناء دي بيكون جون لسه متعصب من كلام بولي وتهديدها ليه، وعلشان كده بيروح جون يهجم على ابن شانجريتا وبيضربه وبيعمل له إصابة قوية في عينه وبيخليه أعور.
وأثناء ما هو متعصب بيقوله إن هو بيضربه بأمر من البيكي بليندرز وبيسيبه وبيمشي. ولما بيعرف توماس باللي حصل بيعمل اجتماع وبيجمع الأسرة كلها، وعلى عكس المتوقع توماس بياخد صف جون وبيقول لهم إن اللي جون عمله ده هو التصرف الصح، وبيوضح لهم توماس إن الاعتذار للإيطاليين كان هيقلل من العصابة، وكمان كان هيخلي الإيطاليين يبطلوا يخافوا منهم وهيبدأوا يتوسعوا في شغلهم أكتر، وطبعا هم مش عايزين حد ينافسهم في السوق. وبيؤمر توماس يحرقوا كل الحانات بتاعة الإيطاليين علشان يفتكروا مكانتهم كويس وما يفتكروش إن البيكي بليندرز ضعفوا. وفي نفس الوقت ده بيعرف شانجريتا باللي جون عمله في ابنه، وطبعا بيتضايق وبيتعصب وبيقرر ينتقم من البيكي بليندرز ومن توماس بالتحديد. وده لان جون قال لابن شانجريتا وهو بيضربه ان هو عمل كده فيه بامر من البيكي بليندرز، وده خلى شانجريتا يخمن ان توماس هو اللي ادى الاوامر لجون، وعلشان كده بياخد قرار ان هو ينتقم من توماس بنفسه. وفي الاثناء دي بيكون توماس قاعد يتكلم مع جريس، ومن كلامهم بنعرف ان توماس قرر يفتح جمعية خيرية علشان ده هيعمل صورة كويسة ليه قدام الناس، وبيكون محتاج يطلع بصورة كويسة لان هو ناوي يترشح لانتخابات مجلس الشعب ومحتاج الناس تنتخبه. وبيكون توماس ناوي يعمل حفلة كبيرة يوم افتتاح الجمعية الخيرية، وهيعزم في الحفلة دي أهم الأشخاص في البلد، وعلشان كده بيدي توماس هدية مميزة لجريس علشان تلبسها يوم الحفلة. والهدية دي عبارة عن سلسلة فيها الجوهرة اللي توماس خدها من الدق، وبتعجب جريس بالسلسلة جدا، وبيكون واضح إن هما لسه بيحبوا بعض ومبسوطين سوا. وبتعدي الأيام وفي يوم الحفلة بنشوف توماس وجريس وهما بيستقبلوا الحضور المهمين بنفسهم، وبتكون كل حاجة ماشية تمام ومفيش أي مشاكل، لحد ما فجأة وبدون سابق إنذار بيظهر واحد من رجال شانجريتا وبيطلع مسدسه علشان يخلص على توماس وينتقم منه، وبيضرب نار على توماس، لكن للأسف الطلقة بتيجي في جريس، وساعتها أرثر وجون بيهجموا على الشخص ده وبيضربوه وبيخلصوا عليه. لكن توماس بياخد جريس في حضنه وبيفضل يطلب المساعدة، وبيكون منهار ومش قادر يتمالك نفسه، وللأسف بتتوفى جريس لأن الطلقة صابتها في مكان خطير. وبعد مرور أسبوعين بنشوف توماس وهو قاعد لوحده وهو حزين لأن هو كان بيحبها جدا. ولما بيرجع توماس للقصر بتاعه بييجوا اخواته يتكلموا معاه ويحاولوا يهونوا عليه، وعلشان يواسوه بيطمنوه ان هم قتلوا ابن شانجريتا وكمان عدد كبير من الايطاليين اللي كانوا موجودين، ومفيش غير كام واحد بس اللي قدروا ينجوا، وللأسف منهم شانجريتا نفسه. ولما بيعرف توماس كده بيتعصب وبيؤمر يقلبوا الدنيا علشان شانجريتا ويجيبوه بأي طريقة. وبتعدي الأيام وفي يوم أرثر وجون بيقدروا يوصلوا لشانجريتا بمساعدة الشرطة، وبياخدوه تحت تهديد السلاح وبيودوه لقصر توماس. وبالفعل بيجي توماس وبيشوف شانجريتا وهو مربوط وحالته صعبة، لكن توماس ما بيكونش ناوي يقتله، وبيكون ناوي يعذبه بأبشع الطرق الممكنة ويخليه يتمنى الموت. وشانجريتا لما بيعرف كده بيفضل يتوسل لتوماس علشان يرحمه، وطبعا توماس ما بيكونش مديله أي اهتمام، وبيبدأ توماس يعذب فيه قدام اخواته واللي من ضمنهم أرثر. لكن المفاجأة إن أرثر ما بيقدرش يستحمل وما بيقدرش يشوفه وهو بيتعذب، وبيطلع مسدسه وبيخلص عليه وبيرحمه من العذاب. وبيقول أرثر لتوماس إن اللي هو كان عايز يعمله ده أسلوب همجي وحرام، فبيقف توماس مكانه وهو مصدوم ومش مصدق اللي حصل، وبيفضل ساكت ومش بيتكلم. وبيجي الليل وبيروح توماس يقعد مع الدق وأسرته مع القادة النبلاء علشان يتفق معاهم هيسلموا الحاجة إزاي. ومن ضمن الأشخاص اللي بيكونوا موجودين معاهم هو هوجو، وهوجو هو اللي كان وسيط بين القادة وبين توماس، وبيتفق توماس معاهم على طريقة معينة للاستلام. وبعد ما بيخلص كلامه بيطلب من بنت الدق إنها تيجي معاه توصله للبوابة علشان يمشي، وبالفعل بنت الدق بتروح توصله للباب. لكن المفاجأة إن توماس بيقول لها إن هوجو الوسيط اللي بينهم شغال مع الاتحاد السوفيتي، وبيوضح لها توماس إن طريقة التسليم اللي هو اتفق معاهم عليها مش هي طريقة التسليم الحقيقية، وإن هو كان بيقول كده علشان يخلي هوجو يوصل أخبار غلط للاتحاد السوفيتي. وبيقول لها إن هو مش هيسلم أي حاجة غير لما يدوله إذن إن هو يخلص على هوجو أو حتى هم يخلصوا عليه بنفسهم، وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بيجمع توماس إخواته علشان يقول لهم على خبر مهم، والخبر ده إن العملية اللي هم شغالين فيها مع القادة النبلاء هي آخر عملية ليهم، وإن هم هياخدوا مبلغ كبير من ورا العملية دي، والمبلغ ده هيتقسم عليهم كلهم بالتساوي، وبعدها هيوقفوا شغل العصابات وهيبدأوا حياة جديدة، وهيكون عندهم حرية الاختيار سواء يعيشوا مع بعض أو كل واحد يعيش لوحده. والسبب اللي خلى توماس يتغير بالشكل ده هو إنه كان واعد جريس إن العملية دي هي آخر عملية ليهم، وإن هو هيوقف شغل العصابات ده
وهيبدأ حياة جديدة معاها ومع ابنهم. وقرر توماس إن هو يحترم الوعد اللي وعده لها بعد موتها ويربي ابنهم بعيد عن حياة العصابات. وأكتر واحد بيفرح بالخبر ده هو أرثر، لأن هو كده كده كان عايز يوقف شغل، والباقيين كمان بيوافقوا على قرار توماس ومحدش منهم بيعترض. ولما بيرجع توماس لقصره بيلاقي بنت الدك مستنياه هناك، وده علشان تبلغه ان الدك وافق ان هو يخلص على هوجو. فبيشكرها توماس وبيعرفها ان هو هيخلص على هوجو بنفسه. وتاني يوم بيجهز توماس وبيروح يراقب هوجو وبيمشي وراه علشان يستنى اللحظة المناسبة ويخلص عليه، لحد ما بيدخل هوجو مبنى وبيدخل توماس وراه. لكن بيتفاجئ توماس ان ده فخ من هوجو ورجالته، وبيهجموا على توماس وبيسيطروا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما حالته بتبقى صعبة جدا. وساعتها بيجي هوجو يتكلم معاه وبيقوله لو عاوز يفضل عايش ينفذ اللي هو هيقوله عليه، وبيقوله يروح للدك بالليل ويفهمه ان كل المعلومات اللي قالها عن هوجو معلومات غلط، وان هوجو مش شغال مع الاتحاد السوفيتي، ويقنعه باي طريقه ان هوجو مخلص ليه. وبيهدده هوجو ان هو لو ما عملش كده هيخلص على ابنه تشارلي. وبعد ما هوجو بيخلص كلامه بيخلي رجالته ياخدوه ويرموه قدام القصر بتاعه وبيمشوا. ولما بيقوم توماس بيروح يقابل الدك واسرته، وبيكون معاهم باقي القادة النبلاء، وبرضه هوجو بيكون من ضمن الموجودين. وساعتها بيقعد توماس معاهم وبيقول لهم كل الكلام اللي قاله لهم على هوجو غلط، وان هو عارف الاخبار دي من مجموعة اشخاص عايزين يخلصوا من هوجو، وهو للاسف صدقهم من غير ما يعرف اذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا. لكن هو دلوقتي عارف الحقيقة وعارف ان هو ظلم هوجو وواجب عليه يصلح صورته قدامهم. وبعد ما بيخلص توماس كلامه بيستأذن منهم وبيمشي، لان هو بيكون تعبان وحالته صعبة بسبب اللي هوجو ورجالته عملوه فيه. والدك وكل القادة بيكونوا مستغربين من تغيير توماس وما بيكونوش قادرين يفهموا ايه السر ورا التغيير ده. ولما توماس بيمشي من هناك بيروح لأخته إيدا وبيطلب منها توديه لأقرب مستشفى، وبالفعل بيتنقل توماس للمستشفى. وبنكتشف إن هو كان مصاب بارتجاج في المخ، لكن الأطباء قدروا ينقذوه قبل فوات الأوان. وبعد مرور 3 شهور بنشوف توماس بعد ما استرد صحته وقدر ينجو من الموت بعجوبة. وبيكون توماس قاعد مع واحد من رجالته وبيبلغه ان هو اشترى بيت جنب قصر الدك مباشر، وبيأمره توماس يبدأ حفر في البيت ده في اسرع وقت ممكن. وبنكتشف ان توماس عارف ان المجوهرات والالماظ اللي الدك كلموا عنهم قبل كده موجودين في سرداب القصر بتاعه. فقرر توماس ان هو يشتري البيت اللي جنب القصر ويحفر نفق يوصله بسرداب القصر علشان يقدر يسرق كل المجوهرات اللي فيه. وبعد ما بيخلص توماس كلامه بيلاقي الخدامة جاية تقوله إن الضيف اللي هو طلب حضوره وصل ومستنيه في مكتبه. فبيروح توماس يقابل الضيف ده وبنكتشف إن الشخص ده هو ألفي زعيم العصابة اليهودية. وبيكون توماس استدعى لأن ألفي خبير في المجوهرات والألماظ، وبيجيبوا توماس علشان يخليه يعاين المجوهرات بتاعة الدك ويتأكد إذا كانت المجوهرات دي سليمة ولا مزيفة. وبيكون توماس مفهمه كل حاجة وألفي بيوافق على مساعدته لأن هو حالته بقت صعبة وخسر فلوس كتير هو وعصابته ومحتاج لأي فلوس. وبيقطع كلامهم دخول أرثر للمكتب، واللي أول ما بيشوف ألفي بيفتكر اللي هو عمله فيه فبيتضايق وبيتعصب، لكن ألفي بيعتذر له وبيهديه علشان المهمة تكمل وما تحصلش بينهم مشاكل. وبيوضح توماس لأرثر إن مفيش حد بيفهم في المجوهرات في المدينة غير ألفي، وعلشان كده هم مضطرين يستحملوه ما يعملوش معاه أي مشاكل. فبيضطر أرثر إن هو يسمع كلامه ويمشي الدنيا. وتاني يوم بياخد توماس إخواته وبيروحوا لقصر الدك علشان يعاينوا المجوهرات بحجة إن هم مش هيسلموه السلاح إلا لما يتأكدوا إن المجوهرات مش مزيفة. وطبعا الدك بيتعاون معاهم وبيخليهم يدخلوا ومعاهم ألفي وبيعاين فعلا المجوهرات، وبيأكد لهم ألفي إن المجوهرات مش مزيفة ولا حاجة. وبيكون في غرض تاني من دخول توماس وإخواته للسرداب غير معاينة المجوهرات، لأنهم بيكونوا بيعاينوا المكان نفسه وبيعرفوا المجوهرات قد إيه والحراسة اللي موجودة في المكان عاملة إزاي. وبعدها بيتفق توماس مع الدك على كل حاجة تخص الصفقة وبيودعه وبيمشي. وبيروح توماس يجمع الأشخاص اللي هيحفروا في البيت وبيعرفهم هيحفروا ازاي وفين، وبيحط لهم خطة كاملة يمشوا عليها. وتاني يوم بنشوف توماس وهو موجود في افتتاح مؤسسة تعليمية باسم جريس مراته، والمؤسسة دي بتكون لتعليم الأطفال بشكل مجاني وبتكون زي صدقة على روح جريس. وبيكون توماس فرحان لأن جريس كانت بتتمنى تفتح مؤسسة زي دي وتدرس الأطفال بنفسها، لكن للأسف ما لحقتش تعمل كده. فقرر توماس إن هو يكمل حلمها ويعمل هو المؤسسة دي بدلها، وبتكون كل حاجة ماشية كويسة لحد ما بيتفاجئ توماس إن هوجو جاي يقابله ويتكلم معاه. وبيقول له هوجو إن هو بيراقبه طول الوقت وإن هو مش بيشيل عينه من عليه،
وبيفكروا هوجو إن هو لسه ممكن يأذيه ويأذي ابنه في أي وقت ولازم يفضل تحت طوعه، لكن توماس ما بيردش عليه ولا بيديله أي اهتمام ولا كأنه موجود أساسا، وبيسيبه توماس وبيروح يكمل افتتاح المؤسسة وبيستقبل الأشخاص المدعوين للافتتاح وبيرحب بيهم، وبيكون شايل ابنه تشارلي وبيتحرك بيه في كل مكان لحد ما بتيجي الخدامة وبتاخده منه علشان يعرف يتحرك ويتصور مع الحضور براحته. لكن بعد ما بيخلص تصوير بيتفاجئ إن الخدامة اللي خدت منه ابنه اختفت بيه، فبيقلق توماس وبيروح يدور عليهم ولكن مش بيلاقيهم، فبيروح بسرعة يسأل اخواته، ولما بيعرف ان الولد مش معاهم هم كمان بيخاف جدا وبيبدأ يدور عليه زي المجنون، وكلهم بيبدأوا ينتشروا في المكان ويفضلوا يدوروا عليه، لكن للأسف مش بيلاقوه. بيكون توماس منهار تماما، فبيجيله أرثر يهديه من الحالة اللي هو فيها وبيحاول يطمنه وبيقوله ان هم هيقلبوا الدنيا على تشارلي ومش هيسكتوا غير لما يلاقوه، وبيطلب منه يرجع على بيته ويهدى لحد ما هم يدوروا عليه. وبالفعل بيرجع توماس، لكن بيفضل قاعد على أعصابه وخايف على ابنه لحد ما بيجي هوجو يتكلم مع توماس وبيعرفه ان هو اللي خطف ابنه، فبيقول له توماس ان هو مستعد يعمل اي حاجة ولكن ما يأذيهوش. فبيقول له هوجو ان هو عاوز منه حاجتين، الحاجة الاولى ان الاسلحة ما توصلش للدك بأي طريقة، والحاجة التانية ان هو يجيب له كل المجوهرات اللي ناوي يسرقها من الدك. فبيتفاجئ هنا توماس ان هوجو عارف ان هو ناوي يسرق المجوهرات، وبيكون توماس مستغرب هو عارف ازاي، لكن ما بيهتمش وبيوافق على طلباته علشان ما يأذيش ابنه. وبيجمع توماس اخواته وبيأمرهم يزرعوا قنابل في القطر اللي فيه الأسلحة اللي هيوصل للدك، وبيقول لهم يفجروا القنابل دي في ساعة معينة علشان الأسلحة ما توصلش للدك. وكلهم بيكونوا مستغربين من كلامه ومش فاهمين هو بيعمل كده ليه، لكن هو بيقول لهم ينفذوا اللي بيقول لهم عليه من غير نقاش. وبيسيبهم توماس وبيمشي وبيروح يقابل ألفي، لأن هو كان متفق معاه يديله أسامي أشخاص هيشتروا المجوهرات منه، لأن وقتها ما كانش أي حد يقدر يشتري مجوهرات وفي ناس معينة متخصصين في كده. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيقدر توماس يخمن من كلام ألفي إن ألفي هو اللي باعه وهو اللي قال له هوجو موضوع المجوهرات، فبيتعصب عليه وبيقول له ان ابنه اتخطف وممكن يموت بسببه، وبيهجم توماس عليه وبيضربه. فبيتدخل مساعد ألف وبيكون هيقتل توماس، لكن في آخر لحظة بيتدخل مايكل ابن بولو وبيقتل مساعد ألفي، وبيفضل ألفي لوحده وبيحاول يهدي توماس وبيقول له ان هو ما كانش يعرف ان هوجو هيخطف ابنه، وعلشان توماس يصدقه وما يقتلهوش بيعترف له ألفي على مقر هوجو اللي كان بيقابله فيه على امل ان ابن توماس يكون موجود هناك. فتوماس بيؤمر مايكل يروح يدور على تشارلي في المكان ده، وبيروح توماس يحفر في النفق بنفسه مع العمال علشان يقدروا يسرقوا المجوهرات بسرعة. وفي الوقت ده مايكل بيوصل لمقر هوجو وبيبدأ يدور على تشارلي، لكن مش بيلاقوا له اي اثر. وفجأة مايكل بيشوف هوجو قدامه فبيهدده مايكل بالسلاح وبيحاول يعرف منه مكان الولد، لكن هوجو بيقدر يضربه وبيشتبكوا الاتنين مع بعض، وبعد قتال طويل بيقدر مايكل يقتله ويخلص عليه. وبعدها مايكل بيلاقي تشارلي وبياخده وبيرجع بيه للبيت، وفي نفس الوقت ده بيكون توماس قدر يسرق كل المجوهرات من سرداب الدك. ولما بيخرج من النفق بيعرف ان مايكل قتل هوجو وقدر يرجع تشارلي سليم، وساعتها بيفرح توماس جدا وبيرجع للبيت بسرعة علشان يشوف ابنه. وتاني يوم بياخد توماس المجوهرات وبيروح يبيعها بمبلغ كبير جدا، وبياخد الفلوس وبيرجع للبيت وبيجمع أسرته بيعتذر لهم على كل اللي هو عمله معاهم وعلى تعرضهم للخطر، وبيعتذر لأرثر على وجه الخصوص وبيقول له إن هو كان معاه حق لما حذره من الشغل مع الروس. وبيبدأ يشرح لهم توماس إن الدك بيتحكم في الشرطة وفي القضاء وفي كل حاجة في المدينة، وإن هو قدر بنفوذه وسلطته يثبت تهم عليهم كلهم، زي مثلا إن إخوات توماس متهمين بتفجير القطر اللي عليه الأسلحة، وإن بولي متهمة بقتل المفتش كامبل، ومايكل متهم بقتل هوجو، وكلهم عليهم قضايا وتهم خطيرة وكل القضايا دي ممكن تتسبب في عدمهم. وبيقول لهم توماس إن هو الوحيد اللي مفيش أي تهم ضده لأن هو ما كانش بينفذ أي حاجة بنفسه، وبيصارحهم توماس إن الشرطة هتقبض عليهم كلهم وما ينفعش يقاوموها، وبيحاول يطمنهم ويوعدهم إن هو هيخرجهم من السجن بأي تمن، وإن فلوس المجوهرات هتفضل معاه لحد ما يخرجوا كلهم من السجن بالسلامة. وقبل ما يخلص كلامه بتوصل الشرطة للمكان وبتقبض على اخوات توماس وعلى العمة بولي، وكمان ابنها مايكل بيتقبض عليه. وبيكون توماس واقف بيتفرج على كل اللي بيحصل ده وهو محبط ومفيش أي حاجة في إيديه يقدر يعملها، وبيفضل توماس لوحده وبيبدأ يفكر هيعمل ايه في المصيبة دي. وبيخلص الموسم الثالث من المسلسل. وبكده يكون ملخصنا خلص. لايك للفيديو لو عجبك، وصلي على النبي في الكومنتات، واشترك معانا في قناة ملخصات فلامانكو علشان تصلي معانا على النبي وتشوف كل ملخصاتنا الجديدة. وما تنساش تتابع صفحتنا على الفيسبوك والانستا والتيك توك، وصلي على النبي.